السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى متابعين؟ النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض صينية بسبوسة لذيذة جدا وبسيطة خالص. مكوناتها او مقاديرها زي ما انتم شايفين قدامكم كده بسيطة خالص. ان شاء الله هتطلع كويسة جدا وهتعجبكم. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم وتتفرجوا عليه. اذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ بقى ونسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في الفيديو. دلوقتي يا حبايبي هنبتدي بقى نعمل مع بعض البسبوسة. انا جبت طاسة زي ما انتم شايفين كده، حطيتها على النار. معايا نص كوباية من السكر، نص كوباية من السكر، ونص كوباية من المية. يبقى حطيت نص كوباية مية ونص كوباية سكر، ونقلب كده. انا عايزة اكرمل المية والسكر دول مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. السكر اتكرمل، هنزل عليه بقى ايه بكوباية من اللبن. ومعايا معلقتين عسل كبار. ومعايا كمان 3 معالق من جوز الهند، 3 معالق كبار. ونص كوباية من السمنة يعادلوا 3 معالق كبار. واقلب كده كله مع بعض. دلوقتي بقى اطفي البوتاجاز على الخليط بتاعي دوت ونشوف هنعمل ايه. رفعت الخليط كده من على النار. معايا هنا كوبايتين من دقيق البسبوسه، ومعايا نص معلقه من بيكنج باودر. اقلب كده في بعضه. واروح بقى ايه منزله دقيق البسبوسه على الخليط اللي انا عملته على النار، واقلمه كده او اقلبه كده بقى كده. لميت الخليط كله على بعضه، ومعايا صينيه دهناها سمنه. افضي بقى الخليط ومشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 170. صينيه البسبوسه هتاخد من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، مش اكتر من كده. تشغلي من تحت الاول، البسبوسه هتستوي كده من الاحرف او من الجناب. وبعد كده تطفي من تحت وتشغلي الشوايه لغايه ما وشها ايه يحمر. هساوي بقى الصينيه وافرد الخليط كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. انا سويت الصينيه وظبطتها كده، وكان عندي شويه سوداني صغيرين كده حطيتهم على الوش، ومشغله الفرن زي ما انا قلت لكم على درجه حراره 170. هدخلها الفرن، هتقعد من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. حبايبي انا دخلت صينيه البسبوسه في الفرن. هنبدا بقى نعمل الشربات، عشان لازم تبقى البسبوسه سخنه والشربات سخن. لازم البسبوسه تبقى سخنه والشربات سخن. معايا كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه، ومعايا عصرة ليمونة، ومعايا كيس فانيليا. هنعصر الليمونة ونحط الشربات على النار
من 5 دقايق ل7 دقايق. وبعد كده ايه، يعني انا جهزت الشربات، بس انا مش هحطه على النار دلوقتي خالص لما البسبوسه تستوي، علشان انا قلت لكم لازم الشربات يبقى سخن والبسبوسه تبقى سخنه. انا كده عصرت الليمونه وهحط الفانيليا واركن الشربات على جنب على بال ايه ما البسبوسه تقرب تستوي. صينيه البسبوسه لسه مخرجاها من الفرن، ومعايا الشربات بتاعي برضو سخن، وانا قلت لكم الشربات سخن والبسبوسه سخنه. ونبتدي بقى ايه نسقي البسبوسه. شايفين البسبوسه بتشرب الشربات ازاي؟ هسيبها بقى ايه اركنها على جنب كده لغايه ما تبرد وتشرب الشربات عشان نعرف نقطعها. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده البسبوسه بردت خالص وشربت الشربات. نقطعها كده بقى مع بعض. بسم الله. شايفين يا حبايبي؟ شايفين مشربه الشربات خالص ومرمله وجميله. بصوا تحفه. ايه رايكم بقى في البسبوسه اللي عملناها مع بعض النهارده؟ طريقه سهله جدا وبسيطه خالص ولذيذه في نفس الوقت. عايزاكم ان شاء الله كده تجربوها باذن الله هتعجبكم. الفيديو بتاعي كده خلص، اتمنى انه يعجبكم. في نهايه الفيديو يا حبايب قلبي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.